إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا صباح الخيرات والسعادة على قلوبكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا بينا كده نعمل روتين نظافة لشقة حماتي ونفرش لها الفرش الشتوي. زي ما انتوا شايفين كده الدنيا بقت ساقعة، فقلنا ايه نشيل الملايات ونحط مكانها دفايات، والمشاية الخفيفة ونحط مكانها التقيلة، ونحط الحاجات ايه بتاعت الشتا، فرش الشتا، ونخلي المكان دافي كده عشان الشتا والسقعة. اظن الشتا داخلة السنة دي ايه شديدة جدا. تعالوا كده نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه، وكل عمل نبدأه كده بالحب والنية الطيبة يكون عبادة. يلا بينا نجدد النية ونخلي شغلنا ده طاعة لربنا وحب كده وعبادة. زي ما انتوا شايفين كده الأوضة كانت مبهدلة ازاي. كان قبلها بيوم اخوات جوزي عندنا والولاد وكله، فكان الأوضة مبهدلة مكانهم. فانا مرضتش ايه اروقها بعديهم، وقلت الصبح كده كده هنمسح ونفرش واظبطها مكانهم يعني وكده. فهم كتر خيرهم والله، البنات ساعدوني وفرشوا الريسبشن، نظفوا الريسبشن يعني، وفرشوا غرفة النوم بتاعت مامتهم، وساعدوني وكتر ألف خيرهم. وأنا صبحت تاني يوم بقى كملت الباقي. نشيل كده ونشيل بقى الحفاظات دي، هنشيلها خالص. دي كده حفاظات الصيف، نشيلها ونكنس مكانها. نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه في الأوضة محتاجة تنظيفات ايه. قوموا كده بينا يلا وتشجعوا معايا كده، واللي وراه حاجة يقوم يعملها. على فكرة الساعة ما بتحبش القعدة، والساعة بتحب الحركة والعمايل، وانتي تدفي. طول ما انتي قاعدة ومسقعانة كده هتحسي انك متلجة ومش قادرة تعملي حاجة. انما تشجعي معايا كده وقومي نضفي وروقي، هتحسي بالدفى. الحفاظات كده انا شلتها وسخة، ولما بطلعها في الصيف بقوم غسلاها وفرشاها على نظافة. اكنس كده وابتدي امسح بقى. مبحبش امسح بالشرشوبة خالص، بحس انها ما بتنضفش، بحس ان انا بلكلك كده مش عارفة. هنا كنت بعمل مروحة كان كلها تراب، فقلت انضفها عشان كل حاجة تبقى نظيفة معايا. جبت كده سفنجة مبلولة صابون وعملتها، بعد كده لبست شراب ومسحت بيه، نشفت مكانها. شايفين بقت بتبرق ازاي. نبتدي بقى نعمل كده الحيطان بسفنجة بردك وقماشة مبلولة وراها، واقوم مسحة السفنجة وحاطة فيها ايه شوية مية بأوكسي، عشان الحيطة كانت مبقعة جامد ده مكان ايد العيال، وبحتة قماشة وراها واقوم منشفة لغاية ما نضفت الحيطة وخليتها ايه بتلمع. ابتدي اعمل الحيطان كلها. يبقى كده زعفنا الأوضة وعملنا الحيطان والمروحة ومسحنا الأرضية، تبقى الأوضة خلصت معانا. متنسوش تعملوا لنا لايك يا جماعة، اعملوا لايكات، اللايكات هي اللي بترفع الفيديو. واكتبوا لنا تعليق حلو لو اي حاجة عجبتكم، اكتبوا تعليق حلو كده زيكم. واللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اخر حاجة بقى كده همسح الأوضة، بدلق فيها كده جرد المية. كان في شوية من الأوكسي اللي هو بريحة اللافندر ده، بيخلي المكان ريحته جميلة ومنعشة. وبعديها بقوم منشفة بقماشة ناشفة، واقوم منشفة الأرض مكان المساحة، عشان المساحة بتبقى ايه سايبة علامات. نخش كده على الأوضة التانية، شايفينها مبهدلة ازاي. كنت راكنة فيها كل الفرش والمشايات والحاجات الزيادة، فخرجتها بقى عشان افرشها. كده دي الأوضة دي اهي نطفت معايا. نبتدي على الأوضة اللي بعدها. نفضت السير كده وهفرشه بالدفاية التقيلة دي عشان نحس بدفى كده في المكان. وما تنسيش طبعا طول ما انت بتعملي الحاجة تستغفري ربنا وتصلي على سيدنا محمد كتير. افرشها واروق السرير خالص، وخرجت كل حاجة. يعني مثلا المشاية حطيتها في مكانها وكل حاجة رصيتها في مكانها. وابتدي بقى ايه امسح الأوضة.
وهنا خرجت على السور بتاع الطرقة، السور اللي في الأرض ده كان مطرب وكان مبهدل، فايه قلت امسحه عشان يبقى بيلمع معايا ونضيف ومفيهوش أي تراب، وابقى فرشة كل حاجة على نظافة. همسح بقى الأوضة كده واروق عليها. الأوضة دي كده بتبقى فاضية على طول، لو حد جه في السقعة وحابب يبات بتاع أوضة زيادة، لأن هي الشقة هو حماية وحماتي بس اللي قاعدين فيها، وأنا في الشقة التانية، بس احنا طول اليوم قاعدين معاها، بس يعني وقت النوم هي وحماية في غرفة النوم وبس، وبقية الشقة فاضية. فالأوضة دي محدش بيخشها خالص، احنا حاطين فيها التلاجة ودولاب صغير وسرير لضيف أو حاجة حد يجي، البنات حبوا يباتوا في السقعة في الشتاء تبقى في غرفة ليهم. شايفين دي غرفة المعيشة اللي احنا على طول بنقعد فيها، ما شاء الله ألواناتها مبهجة وتقعدي فيها كده تحسي بالسعادة. كده نفرش الأوضة دي أوضة التلاجة، احنا مسمينها أوضة التلاجة. اطلع بقى على الطرقة، كده فرشت الأوض، اطلع على الطرقة امسحها عشان افرش المشاية بتاعتها واكون خلصت. هشد بردك المية بالمساحة وارجع اعملها بقماشة ناشفة. فطبعا انا ما حبيتش اعمل قماشة ناشفة عشان مش هينفع قدام الكاميرا وطي وكده، فانا بعملها بقماشة ناشفة واسيبها تنشف خالص واقوم فرشة عليها السجاد والحاجة. ادي كده المشاية التقيلة، المشاية بتاعة الصيف اللي هي التايجر. كنا عاملين بقى كده حاشين شوية محشي من امبارح، قبلها بيوم يعني يوم البنات، حشينا حلة وسيبناها في التلاجة، قلنا عشان تاني يوم نسويها على طول. احطها على النار بقى وتعالوا اخدكوا جولة وتشوفوا الشقة بعد ما اتفرشت. شايفين دي غرفة المعيشة اللي على طول قاعدين فيها وبناكل ونشرب، وفيها الشاشة وقعدتنا فيها، ما شاء الله الواناتها جميلة، وهي يعني الكاميرا ظلماها، هي لونها بينك كلها كده وجميلة جدا. سونا ابني كان بيذاكر في البلكونة عشان كنت بفرش وبمسح، فما حبش ايه ان انا ازعجه، فقعد في البلكونة. ربنا يوفقك يا حبيبي انت واخواتك وكل ما المحشي استوى نقعد بقى كده نرتاح وناكل شوية محشي سخنين. الاكل عندنا كله ايه من امبارح، وعندنا لحمة، كان لحمة ببصل بردك قبلها بيوم، وعندنا فراخ، حطينا كده شوية مخلل، ونقعد بقى كده نرتاح شوية وناكل. الأكل بعد التعب اللي احنا شفناه ده يفتح النفس، تقعدي كده تاكلي بقى كده وتشبعي، والمحشي سخن ويدفيكي. أحلى حاجة ان هو كان محشي. شايفين الصينية شكلها يفتح النفس ازاي. هنا كان جوزي جه من الشغل بقى يعني لقى المحشي سخن، فبقى ايه بياخد صباع كده بيدوقه، وابن عم جوزي بردك، والحمد لله جه لقى محشي صابح وفراخ وايه، ويقعد ياكل كده الجدب الموجود. بعدها عملنا دور شاي وقهوة، اللي مش حابب شاي يشرب قهوة. نقعد كده بقى نرتاح كده ونتدفى ونشرب الشاي والاستفندي، الواحد يرتاح شوية، واقوم بقى اخدكوا ايه في جولة كده تشوفوا الشقة معايا بعد ما اتفرشت وخلصناها. شايفين اليوسفي في السقعة دي بيبقى جميل، ناكله ونقوم بينا نشوف الشقة بعد ما فرشناها كده شكلها بقى عامل ازاي. ده الريسبشن معايا، اللهم بارك، شايفين عامل ازاي. البنات كتر خيرهم وجزاهم الله خير، والله فرشوه ووضبوه قبلها بيوم، ساعدوني يعني فيه. دي غرفة النوم بتاعت مامتهم، دي الطرقة الأول. نخش منها على غرفة النوم، البنات هما اللي عاملينها، كتر ألف خيرهم. شايفين اللهم بارك الشقة بقت جميلة ازاي وبقت دافية، تحسسك بالدفى كده في السقعة دي. دي الغرفة التانية، شايفين النظافة والجمال والراحة النفسية. غرفة المعيشة عجباني اوي، غرفة المعيشة ما شاء الله لوناتها جميلة، وبتقعدي فيها كده بتحسي براحة نفسية. كده خلصنا الشقة كلها، متنسوش بقى تدعولي دعوة حلوة كده من قلبكم،
وإن ربنا كده يوفق ولادي في الامتحانات ويخليهم لي ويهديهم ويخلي لكم أولادكم يا رب ويحفظهم من كل شر وسوء. ودمتم في أمان الله وأشوفكم في فيديو جديد.